سي طارق عسلامة. عسلامة سي. في اخر فيديو بتاريخ 29 ابريل سي طارق حذرت من حرب اهليه، والمعروف لما تتنبأ بحاجه تصير. والله كلمة نتنبأ لا، ما يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا ربي سبحانه وتعالى. ولكن فما قراءة سياسية، فما اوامر اماير ودلائل. الناس هربة من الحبوسات يهربوا فيهم، اعتصامات، الناس تعطي في الفلوس باش تحرض في مدن باش تحرق، الناس تحب تصلي في الشوارع، الناس تحب تصدم على وزارة الداخلية، الناس تسب الجيش، ولا استقطاع في تونس حتى في الطرق، يقول لك في الليل ما نخرجش، بنات في الشارع تتضرب بالبس هكا والبس هكا. معناتها لوين ماشي بهذا كله؟ زيد في الحدود نتاعنا نحب نعبر على تعاطف يعني مع ذيبه وتعاطف مع الشعب التونسي كله. احنا ارضنا عزيزه، كي تمس شبر من ترابها تمسنا في مم وعين. معناتها فما ناس غايتهم الوحيده الضباب هذا اللي صاير يزيد يتعمق. اللي باش ياخذ الحكم قاعد يساعد، فما ناس تساعدهم الململه هذه، واللي ما يحبش يتحاكم كيف كيف. والاحزاب اللي مش موجوده اللي بن عليه عمرهم زي فيلم الانتخابات كي يجيبوا 1%. اذا كانت تجرى انتخابات حره ما يجيب كان 1%، ووجوده في الضبضبه هذه باهي. وهذا الكل وين تلقاهم في المجلس الاعلى للثوره اللي ندسوا فيه ناس الكل، معناتها الطيارات كلها اللي تراهم سياسيه اللي فيه ما يعبر عنه بالسياسيه ما شاركوش في الثوره، ركبوا عليه. وينهم من 14 لا النهضه ما شاركت في حتى مظاهره بشهاده العالم الكل. تجمعيين ناس موسم لهم كما حكيت في يوستا. الاتحاد العام التونسي للشغل ريتوش عمل في الثوره، ما دعاش حتى لاضراب عام. الاحزاب هذوما ناس ركبوا قالوا حتى من القضاء دخل ندس فيه. القضاء ولا في تونس يعمل في السياسه. معناتها وين ماشيين بها البلاد؟ باش تمشي الحرب عليه. وحلنا الوحيد التوانسه احنا باش نخرجوا ونعبروا اولا على السراق نتاع الثوره هذوما. لازم تتنحى المجلس هذا، الهيئه العليا نتاعها. عاد نقترح عليكم عريضه. هذا هو. سي طارق، شنو هي الهدف من العريضه هذه؟ العريضه واضح ياسر. نهار اللي سرقوا الثوره فؤاد المبازة، محمد الغنوشي، وكقتل الارواح عبد الله قلال، باش يعطيوها صبغه ديمقراطيه، عملوا الهيئه هذه بالتفاهم مع الاحزاب هذوما بالسكتور. عمليا كيفاش؟ هذه ولات معناتها خليني نكمل لك، ولات معناتها الناس تسخيلها مجلس امه خارجه من الشعب او كقوانين نابعه من الشعب. هما لا عندنا لا علاقه معاهم، لا ما يعرفهم حد. ما يعرفهم حتى حد، الناس تبيع وتجري في ظهر التوانسه. ايش تقول العارضه؟ نحن المنظون اسفل ونطالب بحل ما يعبر عنه بالهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والغاء كل مشاريع القوانين الصادره عنها. هذه الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ما طول اسمها واحد نفس تقطع له. فهمت؟ ناس موجودين باش يخدموا مصالح احزاب ويخرجوا في قوانين باش يموهوا بها الشعب وباش يخليوا تونس كما هي اليوم. بوجودهم ماشيين الحرب اهليه، وجودهم بيدو على الساحه السياسيه باش يهزنا الحرب اهليه. وشوفوا في مصر وين، شوفوا احنا وين. واضحه الامور. في مصر عملوا مجلس اعلى للشباب، هذوما كلهم شعوراتهم بيض، في شباب اللي عملوا الثوره. هذا لازم نفهموه ونقول للعباد اللي معناتها فرد افكار النوايا واللي مش فرد فكر النوايا، معناتها مش حكايه توجهات سياسيه. احنا التوانسه اللي ساكتين. انا في اعتقادي وانه اكثر من 90% من الشعب ساكت يتفرج الى متى. ونطلب من الناس كل معناتها ياخذوا الاوراق هذوما نحطوهم، حتى اللي ما راهاش مثلا ياخذ يهزها لفاميلته ويهزها لاصحابه ونصحح ورقه ورقه، وان شاء الله نوصلوا الى 100,000 من الامضاءات ونهزوها نوصلوها الى القصبه. يا سيدي هو الشعب، هذوما ما يمثلوناش، هذوما قاعدين يسرقوا في الثوره ويركبوا عليها
باش يقضيوا مصالحهم الشخصيه. لا، نفيقوا باش يهزونا الى هاويه الناس هذا. الحرب الاهليه هو المجلس هذا هو اللي قاعد يغذي فيها، هو اللي يغذي فيها. نقولها ونعاود نقولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.